ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الاول مره يشوفني يشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا النهارده جايبه لكم المفرمه القمر دي، هتشوفوها معانا واطلع لكم كل قطع الغيار بتاعتها. طبعا هي المفرمه دي بانيسونيك. هتشوفوا كل قطع الغيار بتاعتها معانا هفرجكم على كل حاجه فيها. يا جماعه الطاحون شغل، والله العظيم الطاحون شغل. بصوا، لا يعني خامه بصراحه ولا يعني هتشوفوها معانا كل حاجه بالتفصيل. هي تحفه جدا في الاستخدام، وهستخدمها معاكم عملي حاليا. هستخدمها معاكم دلوقتي وهتشوفوا. هجهز مكونات الكفته كلها وهجهزها معاكم واعملها معاكم. هنا بقى بفتحها كده وبوريكم. شايفين ده التكالوج طبعا بتاعها والارشادات بتاعتها وطريقه التشغيل والحاجات دي كلها. هنا بقى كده هنطلع حاجه حاجه زي ما انتم شايفين. فالحاجات دي بالذات يا جماعه لما تعوزوا تجيبوها، نقوا حاجه نظيفه، نقوا حاجه حلوه، حاجه تعيش معاكم. حاجه تعيش معاكم زي ما بيقولوا العمر. هو مش العمر كله، بس هتعيش معاكم فتره كبيره، يعني تعيش معاكم فتره كبيره. بصراحه انا في الاجهزه وفي الحاجات دي ما بعتمدش غير على جوزي بصراحه. ليه؟ لان هو ما بيحبش يجيب غير الحاجات النظيفه، الحاجات الحلوه. فانا بصبر على الحاجه، وببقى عارفه ان هو يوم ما هيجيب لي حاجه خامه حلوه وحاجه نظيفه. فبقول له ربنا يخليك ليا ويدومك في حياتي يا رب. هو بصراحه اللي جايبها لي، جايبها لي بصراحه خامه نظيفه جدا زي ما انتم شايفين كده، بانيسونيك. فهي حلوه جدا. وهو هواتي انا بصور وهو بيوريكم بقى قطع الغيار بتاعتها كلها عامله ازاي. طبعا ده اللي احنا بننزل بيه اللحمه، بعد كده هتشوفوها معانا. هنا بقى جواها بقى كذا حاجات قطع غيار. انا عن نفسي كنت لسه بتعرف عليها زيكم كده. يعني انا كنت فاتحه الكاميرا بصور، يعني كنت لسه بتفرج عليها زيكم. لسه يعني فتحناها قدامكم على طول، والله يا جماعه فتحناها قدامكم، واول استخدام هنستخدمها قدامكم كمان. كل حاجه على الطبيعه. واللون طبعا اللون تحفة، حلو جدا. اللون الاسود حلو كده وشيك وهادي. فانا بصراحة انا اللي مختارة اللون الاسود، فهو صور لي كذا حاجة وانا اخترت منه اللون الاسود ده. كان حلو جدا. شايفين الجمال؟ هي طبعا صنع في اليابان، اهي مكتوب عليها صنع في اليابان. هنا طبعا جهزت هاتي محتويات بقى الكفته. هنا قطعت اللحمه كده تقطيع حتت صغيره، وادي الرز كمان جهزته، وجهزت كل حاجه. هنا بقى ولادي والله هم اللي مش هيخلوني اكمل الفيديو، بس يلا مش مشكله. طبعا جهزت كل حاجه، والخضره والفلفل وبصله والتوابل اهو، ملح فلفل اسمر كزبره. كل حاجه جهزتها. فاحنا جربناها يا جماعه وعن ثقه، والله العظيم هي طاحون في الشغل. شغلناها لمده كبيره واتحملت معانا بصراحه. بس الفيديو مش هيكمل معاكم، اجيب لكم الفيديو الكفته للاخر، لان بصراحه العيال كانوا مغلبيني وما كنتش عارفه اصور منهم حاجه خالص. شايفين ادي واحد ماسك لي الطبق هنا، وواحد بيسعف في المفرش بتاع الترابيزه تحت. بس انا حبيت ان انا اطلع كده واقول لكم رايي فيها بصراحه، وان شاء الله هجربها لكم تاني. ويلا بقى سلام.